صباح الخير حبايبي الغالين، شلونكم؟ حبايبي وصفتنا لهذا اليوم شوربة العدس بمناسبة قدوم فصل الشتاء والبرد. بصراحة حبيت أسوي أطيب شوربة بالشتاء، وخصوصا من نقوم من الصبح وحابين نشرب هذه الشوربة الدافئة الطيبة اللذيذة مثل ما تشوفوها. فتشي كلش روعة. حبايبي تشوفون شلون عصرت فوقاتها الليمون فوق العدس. طبعا شوربة العدس لذيذة جدا وصحية ومفيدة. عملتها اليوم وحبيت أشارككم وصفتي بهذا الشكل. يلا وخلنا نبدي وصفتنا حبايبي. عندي هنا 200 غرام أو 250 غرام من العدس، غسلته فد 10 مرات ويا المي، وكبيت المي مالته، وبالأخير خليت له شوية مي وخليته على النار أوطأ نار، وحضرت بطاطا حبة وحدة سلقتها وهرستها كلش زين وضفتها فوق العدس. اوكي، ودا تشوفون كمية المي خليت شوية فوق العدس، يعني فوق مستوى العدس بأصبع تقريبا. وهنا حضرت بصلة مع 4 فصوص من الثوم وثرمتهم اثنينهم ناعم، وراح أضيفهم مع البطاطا ومع العدس. خليت حبة من البطاطا حتى تنطيني فد ثخن حلو أو سمك حلو لشوربة العدس، وطعم جدا لذيذ. طبعا هنا راح أخلط هاي المكونات زين، وبعدين راح أسد الجدر بغطاء، وراح أخلي الجدر على أوطأ نار على الطباخ، وراح أعوف الجدر إلى أن تنضج عندي هذه المكونات على نار هادئة جدا جدا يا جماعة. هسه بعد ما تشوفون نضجت عندي، فتحت الغطاء، شوفوا شلون نضجت عندي. راح أبدي أجيب المهراسة وأهرس العدس. طبعا عندي نشف المي هنا تماما. من نشف المي خلاص أنا راح أبدي أهرس العدس والمكونات اللي خليتها مع العدس كلها، أهرسه بصورة جيدة، وما راح أحتاج إلى خلاط نهائيا، يكفي المهراسة هذه اللي دا أستخدمها أني. وبعد ما أهرسه بصورة جيدة طبعا راح ينهرس البصل والثوم وكل شيء. أنا عندي هنا مي الدجاج غليته. أهم شيء عندي المي اللي راح أضيفه فوق العدس يكون مغلي. بالبداية اللي استخدمته كان من البوري، بس هسه من نضج عندي العدس وهرسته لازم استخدم ماء مغلي إذا ما عندي مي دجاج. أنا عندي مي دجاج فغليته على النار، وراح أضيفه بصورة تدريجية، ما أخليه كله سوا، لا، أضيف شوية شوية وأخلط بشوربة العدس حتى يتماسك عندي وما يقطع العدس. الشوربة جدا محترمة يا جماعة، ولذيذة وطيبة جدا جدا. راح أظل أخلط على النار. هنا أنا عليت النار بعد ما نضج عندي العدس وهرسته وضفت المي، بديت عليت النار. وراح أبدي أضيف بصورة تدريجية من مي الدجاج. طبعا إذا تحبون تسووا على الدجاج بعد أطيب كيفكم حسب ما أنتم تريدون. ما تريدون مي دجاج عندكم مي لحم كيفكم، أو مي عادي، حتى بالمي عادي طيب لأنه العدس نكهته طيبة. فأني راح أظل أخلط إلى أن يتماسك عندي العدس، ومن أشوفه يبدي يغلي وتماسك أعوفه يغلي أيضا لمدة 5 دقائق، وبعدين أشوف القوام اللي أنا أريده. طبعا هنا من حطيت مي الدجاج، عززت المي الدجاج بقطعتين من ماجي الدجاج، وما راح أضيف ملح. وإذا ضفت هسه أنا راح أضيف فشي كلش قليل لأن هو الماجي بيه ملح. ومثل ما قلت لكم راح أظل أخلط لما أشوفه تماسك عندي، تماسكت الشوربة أبطل أخوط. ما خليته هواية، قلت لكم عندي الماجي بيه ملوحة. ما أقولكم على الريحة يا جماعة تخبل. طبعا أنا أطيب شوربة عندي بالشتاء هي شوربة العدس.
هذه الطريقة طعمها جدا جدا لذيذ. تشوفوها شلونها هسه فارت عندي. راح اخليها شوية فد 5 دقايق تفور، واطفي النار، وراح اصب بالشوربة. الله، القوام شوفوا مالتها شلونه، هيك اريد القوام لا ثخين ولا خفيف. الله 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 على شوربة العدس، لذيذة جدا جدا. راح اصبها وراح نفطر بيها يا جماعة. الله، تشوفون الحرارة، البخار من الشوربة. وراح أضيف لها شوية قطع الليمون، وإذا حبيتوا تعصروا لها ليمون بكيفكم. طبعا أكو ناس يحبون يضيفوا لها كمون، بصراحة أنا ما خليت كمون لأن بيها ثوم، فما نحتاج إلى الكمون. وإذا تحبون تحطون كمون أو فلفل أسود، هذه حسب الرغبة وبكيفكم. أنا فقط حطيت لها شوية ملح مع الماجي. أحب نكهة العدس يجي تبقى بالفم طيبة ولذيذة. يا محلاها الشوربة بالشتاء، روعة روعة يا جماعة، روعة روعة. حبايبي، إذا عجبكم الفيديو اعملوا إعجاب وسووا شير ومشاركة للفيديو حتى يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفاد من طريقتي هاي الرائعة. وكذلك اللي ما عامل سبسكرايب ممكن يعمل ويشترك بالقناة. أتشرف بوجودكم وحضوركم معي على القناة حبايبي. شكرا لكم، بالعافية، باي.